اليوم نتحدث عن مباراة قد تبدو عادية من الخارج، لكنها تحمل في طياتها قصتين من أكثر قصص هذه البطولة إثارة للمشاعر في استاد تورونتو. لنبدأ بالمكان. ملعب BMO فيلد في تورونتو، المعروف رسميا خلال كأس العالم باسم استاد تورونتو، هو أول ملعب كرة قدم خالص بنته كندا في تاريخها منذ عام 2007، وهو موطن نادي تورونتو FC، وقد تم توسيعه لاستيعاب قرابة 46 ألف مقعد لاستضافة كأس العالم. المباراة نفدت تذاكرها في غضون دقائق معدودة 45 ألف كندي، كلهم يحملون نفس الحلم، وهذا الحلم له تاريخ طويل. في عام 2018 لم تكن كندا مؤهلة أصلاً لكأس العالم، وفي 2022 بقطر جاءت 3 هزائم متتالية 0 نقاط، لكن على الأقل كان هناك هدف تاريخي سجله ألفونزو ديفيز ضد كرواتيا، كان ذلك الهدف الوحيد في تاريخ كندا بكأس العالم حتى ذلك الحين. والآن في 2026 يلعبون كمضيفين مشاركين في بلدهم مع جيل يسكن في أرقى دوريات أوروبا، ألفونزو ديفيز في ريال مدريد، وجوناثان ديفيد في برشلونة، وتيجون بوكانان في إنتر ميلان. لكن وهذا هو السؤال الكبير قبيل المباراة، ألفونزو ديفيز غائب عن مباراة الافتتاح بسبب إصابة عضلية تعرض لها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان. قائد كندا، وجه كندا، غائب تحديدا اليوم. في الجانب الآخر تقف البوسنة والهرسك، وقصتهم لا تقل جنونا. البوسنة تعود إلى المسرح الكبير بعد 12 عاما على مشاركتها الأولى في 2014، والطريق إلى هنا مر عبر ركلات ترجيح، أولا ضد ويلز ثم ضد إيطاليا. إيطاليا خرجت أمام البوسنة على ركلات الترجيح. يقود الفريق الكابتن أيدن جيكو، 40 عاما، الهداف التاريخي والأكثر مشاركة في تاريخ منتخب بلاده، رجل أعطى كل شيء لهذا المنتخب، ويريد الآن في كأسه الثانية والأخيرة أن يكتب فصله الأخير. والأمر المثير للاهتمام أن هذين الفريقين لم يلتقيا قط في مباراة رسمية من قبل، لا تاريخ مشترك، لا ذكريات، كل شيء مفتوح. والآن السؤال المهم لكم، هل تستطيع كندا بدون قائدها ديفيس أن تحقق أول فوز في تاريخها بكأس العالم أمام جمهورها في تورونتو؟ أم أن جيكو في سن 40 سيكتب آخر فصوله العظيمة ويقود البوسنة إلى دور 32؟ وسؤال آخر لعشاق كرة القدم، جوناثان ديفيد أم إيدن جيكو؟ من سيسجل اليوم؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. والآن شكرا على المشاهدة، تابعوا السلسلة لمزيد من الفيديوهات، واكتبوا في التعليقات من سيفوز بالمباراة.